قبل ما ابدا الفيلم هقول لك الليله غير جهز مقرمشاتك لان الفيلم طويل جد ومن غير يمين. هتعيش نص ساعه في حاله من الدراما والاثاره والرومانسيه والاكشن الكتير التي لم ولن تراها الا عند مختار كوكل البسيط. كل اللي على البدايه العاديه تصبر عليا علشان تستمتع بالقصه الخرافيه. والان اربط الاحزمه مستعد للفيلم. وبيبدا الفيلم بسوريا اللي بيقول لابنه عايزك تلبس الطقم ده وتكون اخر شياكه النهارده. بيقول له طقم جديد وده بمناسبه ايه يابا؟ احنا لا في عيد ولا في مهرجان مفيش اي حاجه. بيقول له لا النهارده يوم تاريخي. بيقول له كسبنا كاس العالم. بيقول له لا المكسب لاهل القريه كلهم، كل واحد هياخد حقه وكل واحد هيضمن ارضه. بيقول له يعني عيله عمو عمو هيكونوا في المناسبه دي؟ بيقول له اه يا بارس عارف عينك من بنتهم. شايك بقى وانا هعمل لك حته استشوار ملهاش حل علشان تقابلها. بيقول له خلصانه. مراته بتقول له يعني انت بتلبس الواد ولسه ما جهزتش؟ يلا بينا. وفعلا بيخرج بره مش لوحده يا صديقي، هو واهل المنطقه كلها. راجو كمان بيحضر وسوريا بياخده بالحضن. مراته بتاخد مرات سوريا بالحضن وراج ابنهم بيقول لامه ايه الحلاوه دي؟ بتقول له حلاوه المهرجان. عم زلاتان بيقول لراجا وابوه لولاكم ما كناش هنحتفل بيوم زي ده، بسببكم انتوا الاثنين احنا في النعيم ده كله، ربنا يخليكم للغلابه. بيروحوا كلهم على المعبد والكاهن بيبدا يولع في النار. اكيد مش بردانين يا صديقي. المهم بيقول لهم النار هتطفي، فين الصنبوخ الابيض؟ مرات سوريا بتقول لهم سامحوني انا نسيت اجيبه من البيت، هوصل اجيبه واجي. رام بيقول لها وانا قليل في البلد اما ولا ايه؟ انا هجيبه واجي. هامو بتقول له رغم ان سنك صغير ولكن شايفه فيك كداب كبير في المستقبل، هات لي معاك واحده لاني بحبهم قوي. بيقول لها بس كده؟ لو جبت لك هتديني ايه؟ بتقول له هديك السلسله اللي فيها شحرور اللي احنا بنعبده. بيقول لها خلصان. وهو ماشي بيديها نظره رومانسيه تقريبا عايزها تغير له الحفاضه يا صديقي. بيسيبها وبيروح جري على البيت ووحده الكهرباء دي بتشرس فوقيهم. بيروح يجيب الزغلول الابيض وبيرجع وبيكون خلاص هيخش المعبد، ولكن المعبد بالكامل بينفجر بكل اللي فيه وتعدي الايام وتفوت السنين والموتوسيكلات دول ورا بعضهم جايين. بيريحوا في نص الطريق وجيمس بيقول لهم كلنا عارفين قوانين السباق ولكن النهارده اليوم هيكون مجنون حبتين. السباق هيكون على سكه القطر. كلهم بيخافوا ولكن الثلاثه دول بيخشوا عليه. بيقول لهم انتوا مين بقى؟ بيقول له احنا اللي هنكسب السباق. بيقول له بجد؟ العب بعيد يا جعفر منك ليه؟ بيقول له مين قال لك ان احنا اللي هنلعب؟ بيقول له امال مين؟ وحش السنين اسد العرين الكدابه التي بقدراته هيخلص حكاوي كتير. راج بينزل من على القطر وجيمس بيقول له ايه الدخله دي؟ بقى انت الحيله اللي فرحانين بيه؟ بيقول له بالظبط انا اللي هحط عليك دلوقتي. بيقول له انا عمري في حياتي ما خسرت تحدي قبل كده. بيقول له استعد لاول خساره في حياتك. وفعلا الاثنين بيركبوا العربيات وبياخدوها جري على السكه الحديد. القطر بيجي قدامهم ومحدش بيرضى يبعد عن السكه والقطر بيكون خلاص هيخش فيهم، ولكن جيمس بيخاف وبيبعد عن السكه. راج هو اللي بيكسب وزمايله بيكونوا في منتهى السعاده، ولكن القطر بيكون خلاص بينه وبينه ريشه، ولكن بيلف العربيه في ثانيه الا ثانيه وفي اللحظات الاخيره بيبعد عنه. الانيل بقى ان في قطر بيجي الناحيه الثانيه. زمايله كل اللي حاضرين في دماغهم خلاص مات والمنطق نفسه يا صديقي بيقول انه مات، ولكن في الفيلم اراده المخرج فوق كل شيء. راج بيفرك العجله وبيعدي من النيل، ولو مش مصدق يا صديقي شوف النزله دي. بيرجع لهم صاحبه بيقول له خلاص كسبنا يا زعيم خد اهي الفلوس. بيقول له الفلوس دي انا جبتها علشان تجوز بيها اختك. بيقول له يعني انت عملت المستحيل علشان اختي مش علشانك؟ انا مش عارف اقول لك ايه يا صاحبي. وبياخدوا بالحضن بيمشوا من المكان وجيمس بيكون في منتهى الغضب. بيقول لسه اللي جاي تقيل. ثاني يوم راج بينزل من فوق بيلاقي الراجل اللي رباه بيشرب كالعاده. بيقول له يابا على الصبح كده بتشرب؟ يابا حرام عليك نفسك. بيقول له يا ابني اعمل ايه؟ عاده ومش عارف ابطلها. مراته بتقول له يا اخي حرام عليك انت اغلب فلوس الواد مضيعها على الشرب. بيقول لها يا ابني وانا حر فيه. بتقول له ربنا ما يحرمنا منك يا ابني. على بالليل جيمس بيفضل يشرب. هو بيقول له صاحبته انا مش عارف خسرت ازاي، دي اول مره في حياتي اخسر رهان، مش عارف ابن الهرمه ده قلبه ازاي جايبه، انا مش ههدل ولا هيرتاح لي بال الا لما ادخل معاه في رهان واكسبه، بس لازم افكر في حاجه مستحيل يقدر يكسبني فيها. ثاني يوم رام بيفضل يلعب مع اهل المنطقه بياخد الكوره. هو بيقول لابوه العب يابا بسرعه روح على المرمى حصلني. ابوه بيروح جري على هناك وهوب بيطب ساكت على الارض. بياخدوه جري على المستشفى والدكتور بيعمل معاه اللازم. راج بيقول له طمنا يا دكتور اخبار ابويا ايه؟ بيقول له بصراحه كده يا ابني كبد ابوك اتدمر من الشرب اللي بيشربه، هنزرع له كبد جديد. رام بينصدم لان ما معهوش حتى حق كبده فرخه. بيقول له طب يا دكتور العمليه دي هتكلف كام؟ بيقول له حوالي 10 مليون. الاثنين بيفضلوا في صدمتهم والدكتور بيقول لهم انا ممكن احجزه اسبوع 2 شهر بالكتير، انما اكتر من كده مش هينفع ناجل العمليه. رام بياخد امه وبيروح. هو بيفضل يفكر هيجيب فلوس العمليه منين. بيفتكر كل ايامهم الحلوه سوا. هو اما كانوا على الاكل بيقول له كل يابا وعلشان خاطر يابا خف شرب، بذمتك عايز تحرمني من نظراتك الحلوه دي؟ يقول له انا لو عايش وبتمنى اعيش يا ابني هعيش بس علشان اشوفك قدامي، انت اجمل حاجه حصلت لي في حياتي. يسلم الراجل والست اللي خلفوه. بيخلص تفكير هو بيكون في منتهى الحزن مش عارف يجيب فلوس العمليه منين. وهوب جيمس بيقول له عايز فلوس عمليه ابوك. بيقول له انت مالك وايه اللي جابك هنا اصلا؟ بيقول له جيت اطفي ناري مش شمتان لا سمح الله، بالعكس انا زعلان على ابوك بس جاي لك برهان وحاسس ان اخيرا هكسبك. بيقول له مش فاهم. بيقول له ابوك عايز عمليه كبيره قوي وانت ما معكش من فلوس العمليه ولا مليم،
انا هخش معاك تحدي، وان كسبته هعمل لك عمليه ابوك على حسابي، ولكن ان خسر مش عايز منك ولا مليم، بس بشرط ما تنزلش حيدر ابدا على اي تحدي تاني مع اي حد، مفهوم؟ بيقول له ماشي. ايه هو التحدي؟ بيقول له التحدي ده مختلف حبتين، لا هو موتوسيكل ولا هو عربيه ولا له دعوه بالسباق اصلا. المره دي بان لو خليت البنت دي تحبك هتكسب التحدي. بيقول له ايه الهبد ده؟ يعني انت ما عرفتش تجيبها عايزني انا اجيبها لك؟ بيقول له لا، مش انا بس اللي ما عرفتش اجيبها، انا وكل اللي يشوفها، ما حدش عارف يقرب ناحيتها. بيقول له ليه، مش بشر يعني؟ بيقول له انت غلبان ما تعرفش دي بنت مين اصلا، بنت بيلاري. بيقول له مين برباري ده كمان؟ بيقول له يا سلام، وفي حد في الهند كلها ما يعرفش مين بيلاري؟ في يوم خدها جري ورا الشاب ده بيجيبه من قفاه وبيقول له انت ما تعرفش انها بنتي؟ بيقول له ربنا ما اعرف، وبعدين انا ما عملتش اي حاجه غير اني سالتها سؤال واحد ويا دوب ما لحقتش ترد عليا، ولكن اقسم لك ما كنت اعرف. بيقول له ولنفترض في السؤال ده حبيتها ولا حبيتها، كنت انا هعمل ايه؟ بيجرجره من رجليه، هو بيخلص عليه بلا رحم. جيمس بيقول له هو ده بيلاري، وده اللي بيعمله لو حد فكر يكلم بنته اسمها شترا في جامعه بي دي. بالنسبه لباباها ماسا ممنوع اي ذكر يقرب ناحيتها، جايب لها حراسه تقريبا جيش ملوش اول من اخر. المطلوب بقى منك يا معلم تخلي البنت دي تقول لك بحبك ازاي وفين ما اعرفش. بيقول له بس كده سهله؟ بيقول له لا مش بالسهوله دي، انت قدامك 30 يوم وتخليها تحبك. بيقول له بس ده وقت قليل قوي. بيقول له ما هي دي بقى المتعه، وغير كده علشان عمليه ابوه مش الدكتور قال لك ما ينفعش تتاخر عن 30 يوم؟ لو عدى عليك 30 يوم وما قالتلكش بحبك انت خسرت الرهان، خد اهي صورتها يلا سلام. بيقول له طب اسمع، قبل ال 30 يوم جهز فلوسك وتخلي تليفونك في ايديه. يقول له هنشوف، وبيسيبه ويمشي. تاني يوم بيروح الجامعه بيشوفها وبيفضل مقضيها معاها نظرات، ولكن ما بيلاقيش اي سكه يقعد بيها في الجامعه. بيرجع تاني على المستشفى، واحد من زمايله بيقول له يا ريس احنا لقينا الحل، مديرين الجامعه جايبين مدرس جديد في الجامعه. بيقول له مدرس ايه ده؟ بيقول له مدرس رقص، لو هتعرف تستفيد منه باي حاجه، وباين عليه اصلا راجل اهطل. وفعلا تاني يوم بيروح على المطار وبيستقبل المدرس بنفسه، بياخده على البيت يكسر عظم وشه وبيقول له اسمع يا راجل عر، انا هروح الجامعه بدالك، اخلص مصلحه كده شهر وهختفي من هنا، تفتح بقك وتقول انت المدرس رانجيلا وانا نصاب هجيبك هنا تاني والمره الجايه هقطع رقبتك. بيقول له ليه يا ابني قطع الرقبان، اللي انت عايزه هعمله لك. وفعلا تاني يوم رانجيلا بيروح الجامعه، الشباب بيرحبوا بيه، واحد منهم بيقول له انت الرقاص الجديد اللي اسمه رانجيلا صح؟ بيقول له برضه ده شكل مدرس رقص، المدرس رانجيلا اهو. بيكون مين؟ وحش القعرين راج. بيخش عليهم هو بيقول لهم النهارده شباب انا مدرس الرقص بتاعكم، فين المساعد بتاعي؟ هو انت هنا؟ يلا مرن الشباب. هو بيسيبهم وبيروح لشترا بيقول لها ازاي انا كنت هنا امبارح. بتقول له مش فاكراه. بيقول لها يا سلام. تقول له انت امبارح جيت هنا كنت فاكراك طالب، عرفت ان ممنوع اي طالب يكلمني، جيت النهارده كمدرس، باين عليك قوي انك هتموت وتتكلم معايا. بيقول لها هو انا مفضوح قوي كده؟ بتقول له لا انت رخيص قوي، مش معقول غشيت الكل علشان تكلمني، ما هو بكره وبعده اما الشباب يشوفوك ما بتعرفش ترقص هيعرفوا انك نصاب ورجالتها هيكسروا عظمك. بيقول لها لا ما تخافيش، خليكي قد الثقه بس وما تتكلميش، محدش هيعرف حاجه، وزي ما انت هتكوني قد السر وعد مني محدش هيعرف اما تحبيني. بتقول له بتحلق وبتسيبه وتمشي. تاني يوم رانجيلا بيمرن الشباب كالعاده، وراج قاعد ولا في دماغه، الراجل بيتعب وبيروح يشرب ميه. شترا بتروح له وبتقول له ازيك يا رانجيلا؟ بيقول لها انا مش رانجيلا. بتقول له لا انت رانجيلا، وكدب زياده هجيب رجالتي يكسروا عظمك، مش الواد البلطجي ده خطفك وهددك وانت حبة عيني خفت منه وعملت له اللي هو عايزه خليته ياخد مكانك صح؟ يقول لها هو هتقول الحد ده عيل ابن هرمه، لو حد عرف فيها رقبتي. بتقول له عيب عليه، انا بقى هحلك من الحوار ده. يقول لها ازاي؟ بتقول له هتروح له وتقول له انا رجليا اتكسر مش هقدر امرن الشباب وسيب الباقي عليا. وفعلا بيروح لراج، هو بيقول له انا تعبان مش قادر احرك رجليا. بيقول له ازاي يعني؟ بيقول له غصب عني اعمل ايه يعني؟ بيقول لهم خلاص يا شباب المساعد بتاعي تعب هنكمل بكره مع بعض. شترا بتقول له طب ما تسيبه هو يريح وتورينا رقصك انت، ليه ناجل الدرس لبكره واحنا ورانا مواد تانية، اهو نبقى حتى شفنا رقصك يا مبدع. كلهم بيقولوا له ورينا. بيقول لهم خلاص طالما انتوا عايزين تشوفوا رقصي انا ما بعرفش ارقص غير وانا معايا واحده، والواحده دي هتكون انت. زمايلها بيدوها له وفعلا بيرقص معاها، بيبهر الكل بادائه. وتاني يوم شترا بتخش المدرسه مع زمايلها، راج بيقول لها استنى روحوا يا بنات وانا هاجي وراكم. ها يا قمر ايه رايك في رقصي؟ شفتني وانا بلف وسطك بايديا؟ بذمتك عرفت تنام الليل من كتر التفكير فيا؟ بتقول له تصدق انك غلبان وحكايتك على الله، انت يا ابني لو ما سبتنيش في حالي انت اللي مش هتعرف تنام الليل. بيقول لها ما بتهددش. بتقول له ربنا ما بهددك، انا بنصحك خليك بعيد عني. بيقول لها طب ايه رايك مش هبعد ومستعد اعمل اي حاجه علشان اكسبك. بتقول له صدقني مهما عملت خسران. بيقول لها جربيني صدقيني مش هتندمي. بتسيبه وتمشي. يقول لها ايه خايفه تقفي معايا اكتر من كده تحبيني؟ عارف اني جامد ومش هتقدري تسيطري على قلبك قدامي. بتقول له ولا هو انت فاكرني من البنات اللي بتضحك عليهم بالكلمتين دول؟ صدقني انا غير اي حد قابلته في حياتك، عايز اثبت لك وعلشان بالمره اخلص من زنك والهبل اللي انت بتعمله ده هديك 3 اختبارات، لو نجحت فيهم انا يا عم اللي هقول لك بحبك، فشل مش هلحق اشمت فيك لانك هتكون ميت اصلا. بكره انا وعيلتي ورجاله ابويا هنكون في الموت، هتكتب لي رساله حب في ورقه وتديهاني قدام الكل، لو حد من رجاله ابويا ضربك او ضربته فانت خسرت التحدي، لو ما حصلش اي ضرب تبقى كسبت اول تحدي. يقول لها خلصانه نتقابل في الموت. وفعلا تاني يوم بتروح مع عائلتها ورجاله باباها الموت وبتنسى اصلا موضوع التحدي معاه، ولكن الكداب الكبير ما بينساش. بتبص وراها بتلاقي حاضر في المكان، بتنصدم. وراج بيقول له استنى يا بلاري، رجالته كلهم بيرفعوا عليه الاسلحه. راج بيقول له هي دي المقابله؟ انا كنت جاي اقول لك كلمتين يهموك تخلي رجالتك يستقبلوني استقبال زي ده.
ده؟ بيقول لهم سيبوه. بيروح له هو بيقول له ايه يا عم الرجاله دي كلها؟ انت كده مش جاي تشتري من المول، انت جاي تدمره، ولا انت خايف تخرج بطوله؟ رئيس الحرس بيرفع عليه سلاح. بيقول له بس يا بابا. بيلاري بيقول له انت مين يالا؟ بيقول له راج، اسمه قصير بس فعلي يحير. انا عارف انك بتخاف على بنتك، وبصراحه الكلمتين المهمين انا عارف انت بتخاف على بنتك قد ايه، ولذلك جيت قدامك اقول كلمتين لبنتك، انا بحبك يا شترة. وبيديها الجواب زي ما هي عايزه. بتاخدوه. هو بيلاري بيقول لي رجالته خلصوا عليه، وهوب الفل ده بينزل عليهم. زي ما الراج بيقولوا له مشهد جبار يا ريس. استاذ بيلاري ده برنامج تلفزيوني، مبروك كسبت شكاره رز معانا. الراج بيسلم عليه بيقول لهم مين مخرج البرنامج ده؟ بيقول له اهو. رنجلا بيقول له امورنا يا فندم. بيقول له رجالته كسروا عظمه. بيعملوا معاه الصح. وتاني يوم راج بيقول لها ايه رايك في عرض امبارح؟ بتقول له رخيص زيك، كنت فاكراك راجل وهتضربهم بدراع، مش تسيب الراجل يتضرب بداله. بيقول لها هو اللي اختار دور المخرج، وبعدين انت كنت حاطه شرطين، اديك الجواب قدام ابوكي والشرط التاني ما اضربش ولا اتضرب من حد. بتقول له هنشوف الاختبار التاني هتعمل ايه، هتجيني بيتي وتعدي من كل حراسه ابويا باي شكل وتديني ورده وتسيبني وتمشي. بيقول لها خلصانه. بتقول له انت مجنون، هتخش ازاي البيت اصلا؟ ده كل شبر فيه حارس. بيقول لها مالكيش فيه، هخش بيتك ومش هخرجك بره، هديك الورده في نص البيت وهاخد بعضي وامشي. بتقول له اشك ان ده يحصل. بيقول لها هنشوف. وفعلا تاني يوم بتفضل مستنياها على نار، وبتقول اكيد هيخاف مش هيجي، والحرس بره بيكون خلاص هيقفلوا البوابه، ولكن بيحضر في المكان الوحش العنيف بيزقهم بالمكنه. هو بيخش جوه الحرس كلهم بيتلموا حواليه، بينزل لهم ورئيس الحرس بيقول له انت تاني ويا ترى جاي تصور برنامج برضه؟ بيقول له لا المره دي جبت ورده لحبيبه قلبي هديها لها وامشي. بيقول له ياض انت قلبك جايبه، حتى المره دي مش جايب حبايبه، طب لو راجل يطلع خطوه لقدام. بيقول له بس كده. بيقول له جرب. يا دوب بيرفع رجليه بيلاقي الاسلحه اترفعت عليه من كل اتجاه. شترة جوه بتترعب عليه. بيرجع تاني وبيفضل يضحك. رئيس الحرس بيقول له انت افتكرت نكته ولا ايه؟ بيقول له لا اصل بصراحه كده لقيتك طول بعرض وخايف مني، ما انا هو قدامك مش شايل سلاح، وانت ورجالتك دول كلهم مش سلاحين، تقدروا تضربوني من غير سلاح؟ المساعد بتاعه بيقول له عادي نشيل الاسلحه، ده لو كل واحد من الرجاله ضربه قلم هيموت. بيقول لهم لموا الاسلحه. بيلموا الاسلحه في الكيس ده وبيرموه بعيد. يا دوب بيتحرك كلهم بيتلموا حواليه. حمو ده بيقرب منه بالاتنين اللي جنبه بيخفيه، اللي بعديه حصل اللي قبليه بيشقلب فيهم واحد ورا التاني، مش شايف حد حواليه. بيحب يختصر، بيجي بالمكنه دي وبيلفهم بيها، بيفرشهم كلهم على الارض، ورئيس الحرس بيجري منه، بيبعت له المكنه وراه بتشقلبه، بيقرب منه هو بيمد رجليه على وشه، اتنين بيقربوا بسن الجزمه بيطيرهم، بيخرج الورده من جيبه، واللي بيجي في وشه بياخده على عيبه. ربل على بيخلص عليهم وبيخش بالورده لشترة اللي بتكون في نص بيتها في منتهى الصدمه. بيقرب منها وبيقول لها هادي يا ست الورده، اسمي راج، اسم صغير ولكن فعلي يحير، بحبك يا ام قلبي يطير. هو بيسيبها ويمشي. تاني يوم بتروح الجامعه، بيخبط فيها بتكون خلاص هتقع، ولكن بياخدها في حضنه. بيقول لها ايه رايك، عجبتك امبارح؟ بتقول له مش قوي. بيقول لها ما فاضلش غير تحدي، ايه رايك بقى اختاره انا المره دي، هتكوني مع حراسه ابوكي كلهم وانا هاخدك من وسطهم من غير ما اي حد يحس انك اتخطفتي. بتقول له لا صعبه قوي دي. بيقول لها هنشوف، استعدي علشان تقولي لي بحبك. هو بيسيبها ويمشي. بتقول له استنى تحب اقولها لك فين؟ بيضحك. وفعلا تاني يوم بتخرج بكل حراسه باباها، اشاره المرور بتقفل والمتشردين دول بيتلموا على العربيه. معلش حاجه لله يا اختي. الاشاره بتفتح، بيتحركوا تاني بالعربيات، بيكملوا طريقهم. وشترة بتبص قدامها بتلاقي الحرس اختفوا، وراها برضه الحرس اختفوا. بتنصدم وبتقول لسه انت رايح بينا فين؟ بيكون هو مين؟ الراجل صديقي. بيقول لها عايزه تروحي فين يا ست الكل؟ بتنصدم وبتقول له انت ركبت امتى العربيه؟ بيقول لها لما المتشردين اتلموا على العربيه زحلق السواق نزله وهو ركب مكانه. رئيس الحرس بيقلب الدنيا عليها، ولكن فص ملح ودابه. بيتصل ببلاري بيقول له ازاي يعني اختفى، ما ترجعش البيت الا بيها. في الوقت ده راج بينزل من العربيه وبيعيشها اجمل يوم في حياتها. على بالليل بيرجعها تاني على البيت، باباها بيرفع عليه سلاح. بيقول له استنى بس يا عمي، انا عملت كل ده علشان اثبت لك حاجه بسيطه، انا خدت بنتك من وسط رجالتك ما عرفوش يمنعوني، بدل ما تقتلني شغلني حارس ليها، مش عايز ردك دلوقتي، فكر في كلامي وابقى كلمني، يلا سلام. وبيسيبهم ويمشي. بيديها نظره لشترة اللي بتكون خلاص دابت فيه. على بالليل باباها بيفضل يفكر، وهوب الوزير بيتصل بيه بيقول له الف مبروك، خلاص يوم 1 يناير قدامه 3 ايام، اليوم اللي بقالك 13 سنه مستنيه. بيقول له عارف، بس في عيل ابن هرمان بوظ فرحته ومش قادر عليه، واخدها لف ورا شترة مش عارف امنعه منها. بيقول له خلي بالك من بنتك ال3 ايام دول بس، ان شاء الله ما تطلعهاش خالص من البيت. بيقول له خلصان. كل الوقت ده راج بيروح للدكتور، بيقول له خلاص بكره بالكتير هجيب لك فلوس العمليه. بيقول له يا ريت يا ابني بكره ما يبقاش بعده، كل يوم حاله ابوك بتزيد سوء. بيقول له لا ان شاء الله ما فيش تاخير. وبيسيبه ويمشي. جيمس بيتصل بيه، بيقول له ايه الثقه دي، رحت للدكتور بتقول له هتدفع الفلوس بكره، طب خد الصدمه. بيلاري مانع بنته تخرج من البيت، وريني ازاي هتوصل لها وتخليها تقول لك بحبك. راج بينصدم وبيقفل معاه وبيفضل يرن عليها، بيفضل يرن لحد تاني يوم تليفونها مقفول. بتروح تفتحه في الحمام وبترد عليه، بيقول لها ليه تليفونك مقفول من امبارح؟ بتقول له ده حوار كبير قوي هبقى اقول لك عليه. بيقول لها طب انا جاي لك دلوقتي علشان اسمعها منك. بتقول له مش هينفع اعبر عن حبي ليك في الضغط اللي انا فيه دلوقتي، انا هاجي المدرسه يوم 31 ديسمبر وعلى بالليل يا سيدي هبقى اقولها لك وابدا معاك سنه جديده. بيقول لها مستنيك على نار. بيقفل معاها وبيتصل بجيمس بيصحيه من النوم، بيقول له يا عسى انا اتصلت بيك علشان اقول لك بس جهز نفسك يوم 31 في مدرستها علشان اسمعك، وهي بتقول
قول لي بحبك. جيمس بينصدم بيقول له ولا ما تنساش تجيب معاك الفلوس ويا ريت تكسب فيها ثواب وتدفعهم لي في المستشفى. بيقفل في وشه. وفعلا ليله راس السنه بالظبط يوم 1 يناير بتبدا السنه الجديده. بيلاري بيكون عامل حفله كبيره وراج مستني شترا على نار. في الوقت ده ام شترا بتقول لرنجيلا تعالى بسرعه، شترا اختفت من البيت. بيقلب الترابيزه وشترا بتاخد المكنه وبتروح جري على راج، بترميها على الارض وبتفضل تجري وهي باصه وراها وهوب بتخبط في راج. بيقول لها مالك في ايه؟ بتقول له ابويا عارف ان احنا بنحب بعض وهيقتلها. وهوب رجاله باباها بيحضروا في المكان، بيخبيها ورا ظهره. بتقول له معلش بلاش مشاكل، يلا بينا نمشي من هنا بسرعه. بيقول لها عارفه ايه الحلو في الموضوع؟ بتقول له لا. بيقول لها طب اتفرجي. بيخبط اللي قدامه بكدبه بيطيره. يقال يا صديقي ان لحد دلوقتي مش لاقيين الراجل ده، هو من بعدها هنجمه تشوف الا التفحيط فيها. اللي بيقرب ناحيته ما بيسلمش من كدبته. ابلع على اللي بعده هناها ساعده، ولكن اولاد الهرمه ما بيخلصوش. تفتكر ان ده هيفرق مع الولد الخلبوص؟ قولها معاه صديقي. لا والله بيكمل فيهم دشمله وخلاص من الكدب المعده ما بقتش متحمله. بالراحه عمها. بيخرجوا له سكاكين، بيجيب البلطه دي مولعها بيشيلهم بيها الطين. بينزل دشمله فيهم شمال في يمين لحد ما بيصفيهم بالكامل. بيلاري بيجيب الشرطه وبيحضر في المكان، وراج بياخد شترا بالمكنه وبيهرب بيها. بيلاري بيخبط فيهم بسلاحه ولكن الظابط بيمسك ايديه. بيقول له انت بتعمل ايه؟ ممكن بنتك تموت. بيقول له بنت مين؟ انا مستني اليوم ده من 13 سنه فاتوا، مستنيها تكبر علشان اخلص عليها بايديا. بيقول له ازاي يعني؟ بيقول له زي ما انت سامع البنت دي لا بنت ولا اعرفها اصلا، كل الحكايه اني مستنيها تكبر عشان اخد كل ممتلكاتها بتوقيع منها. البنت دي معاها اراضي تساوي ملايين الدولارات وهو راج هرب بيها وبيهم يا صديقي. المهم الظابط بيرجع على القسم وبينشر لهم صور في كل ركن في البلد، وبيلاري بيحط 10 مليون روبيا للي يلاقيهم ويتصل بيه. في الوقت ده المحامي بتاعه بيروح على جنب، بيخرج تليفونه وبيتصل بمين؟ بشترا صديقي. بيقول لها انت مع الواد ده؟ بتقول له لا هو بعيد عني شويه. بيقول لها طب خلي بالك على اللي احنا اتفقنا عليه وارمي تليفونك في اي حته بعيده عني لانهم ممكن يجمعوكي بيه. بتقول له خلصانه. بترمي التليفون وبتروح جري لراج، بتفضل تلف حواليه وهو كل اللي في دماغه عمليه ابوه اللي المفروض تتعمل النهارده اجباري. بتقول له يا عم مالك انت مش مبسوط لاننا مع بعض؟ بيقول لها طبعا بس ليله امبارح كان فيها دوشه كتير. بتقول له يا عم ما خلاص الدوشه راح واحنا هو مع بعض وانت نجحت في 3 اختبارات موت علشاني وبصراحه كده مفيش غيرك يستحق حبي وادينا اهو هقولها لك انا بقى. بيقول لها لا استني ما تقوليهاش، انت لازم تقوليها قدام حد تاني. بتقول له مين ده؟ انا بحبك انت ولا قصدك يعني حد من العيله؟ بيقول لها اه اخويا هاتي تليفونك. بتقول له لا مش معايا رميته لحسن يوصلوا لنا بيه. بيقول لها طب تعالي نتصرف في التليفون. بياخدها لبره، بيلاقي الراجل ده بيوقفوه وبياخد منه التليفون وبيتصل بجيمس. بيلاقي تليفونه مقفول فبيفضل يتصل بحد من رجالته علشان يوصلوا ليه، ولكن رجالته كلهم بيكون خاطفهم ابن الهرمه بيلاري. واحد منهم بيرد، هو بيلاري بياخد منه التليفون. بيقول له انت فين يالا؟ خاف على ابوك اللي بين الحياه والموت في المستشفى. بيقول له لا مش خايف لانك انت عارف انا ممكن اعمل فيك ايه لو لمست شعره من اي حد من اهلي. بيقول له ما هو انت خاطف بنتي. بيقول له هو انا خطفتها من وراك؟ ما انت عارف ان انا وهي بنحب بعض. بيقول له انت بتلعب بالنار، انا مش هجوز بنتي. بيقول له امال هتخللها؟ وبعدين وحياة امك ما تكلمنيش بالنبره دي علشان بخاف. بيقول له مش هتلحق تخاف لان قبل غروب الشمس هكون مخلص عليه. بيقول له معاك لحد الفجر هتاخرك. المحامي بياخد منه التليفون، بيقول له ده الواد ده ما ذنبوش حاجه، انت عايز امضه البنت بس علشان تاخد اللي انت عايزه منها. الوزير بيروح له، هو بيقول له ده مش هينفع اللي انت بتعمله ده. بيقول له ده مين؟ انا بقالي 13 سنه مستني اليوم ده. بيقول له طول ما انت اعصابك فلته كده مش هتعرف تفكر، وده اللي جابني من دلهي على هنا. انت يا ابني اتصل بجونيور ابنه خليه يجي من دبي. وفعلا جونيور في ثانيه بيحضر. المخرج محسسني ان دبي دي جنب المطبخ في القصر يا صديقي. المهم بيخش، هو بيقول لهم ازاي ده حصل؟ ما انا قلت لك اقتلها لا حكومه ولا غيره كانت هتعرف تاخد الممتلكات بتاعتنا. فضلت تراعي فيها وكبرتها واما جه الوقت اللي تمضي لك فيها هربت، بس على مين؟ وحياة امي لا جايبها. في الوقت ده راج بيكون ماشي مع شترا ومره واحده بتشوف الزغلول الابيض. بتقول له الله انا بحبه قوي. بيستغرب، هو بيفتكر قامه حب الطفوله هي برضه كانت بتحبه. بيروح يجيب لها وسلسله قامه بتكون لسه في رقبته، بيديها البتاع الابيض ده. بتفرح قوي، هو بيحس ان فيها كتير قوي من قامه بعيد عن اي تحدي بيحبها من قلبه. بيفضلوا ماشيين لحد ما بيوصلوا الكافيه ده، بيخشوا وبيطلبوا اكل، ولكن صاحب القهوه بمجرد ما بيشوفهم بيفتح الدرج بيلاقيهم هم اللي محطوط عليهم المكافاه. راج بيخش عليه، هو بيقول له بعد اذنك دقيقه. بيقول له لا انت تستنى دقيقه هعمل مكالمه وراجع لك. بيروح يتصل برانجلا، هو بيقول له يا عمهم موجودين عندي. بيقول له خليهم عندك وانا جاي لك. بيقفل معاه وابن الهرمه بيرجع تاني لراج، بيقول له خد يا عم اعمل مكالمتك براحتك. راج بياخد التليفون ما بيلحقش يتصل، ورجاله رانجلا بيحضروا في المكان. دول لو قاعدين ورا القهوه هياخدوا وقت على بال ما يلفوا العربيات يا صديقي. على طول بيخشوا بالاسلحه شمال بيفرتكوا القهوه. راج بيرمي عليهم اسطوانه الغاز دي بيعميهم، بياخدها جري منهم، وهوب العربيه دي بتحضر في المكان. بيركبوا فيها والواد اللي على الطرف بيكون سواق، بيشوح فيهم شمال في شمين. راج بيستغرب وبيقول ده مين؟ جيمس حبيبي ابن الكدابين. بياخدهم بعيد، وراج بينزل لهم العربيه في منتهى الغضب. بيقول له انت ليه قافل تليفونك؟ بقالي يومين برن عليك فين الفلوس؟ انت يا عم بارد؟ ايه اللي بيضحك؟ اهي قدامك اهي، يلا قولي لي بحبك، يلا يا شاطره قولي بحبك. انت ليه بصلي كده؟ انت نسيت انا عملت ايه علشان اسمع الكلمه دي؟ هو في ايه يا جماعه؟ كل اللي كلموه فيكم بيضحك، ابويا بيموت عايز الحقه. بتقول له ما تخافش يا راج، ابوك عمل العمليه وكمان نجحت. بينصدم، وجيمس بيقول له عارف انك مش مصدق بس ادي ابوك يا سيدي. وبعد
وبعت لك شكر خاص، وكمان يا سيدي سبت لك معاهم فلوس بزياده. بيقول له انت عملت العمليه قبل ما اكسب الرهان؟ شترا بتقول له انا كنت متاكده انك هتكسب الرهان. بيقول لها وانت ازاي عرفت موضوع الرهان ده كمان؟ جيمس بيقول له يا عم هي اصلا اللي اخترعت موضوع الرهان ده. بينصدم اكتر. بتقول له ايوه يا راج، انت فاكر انك دخلت حياتي غصب عني، ولكن الحقيقه ان انا اللي دخلتك حياتي غصب عنك. بقالي كتير مراقباك وعرفت كل حاجه عنك، عجبتني فيك شجاعتك، حبك لكل اللي حواليك، مستعد تضحي بحياتك علشان حبايبك، عملت المستحيل علشان تجمع فلوس والدك رغم انك عارف انه مش ابوك لا لحمك ولا دمك. بدماغك جيت واعترفت لي في المول قدام الكل بحبك، جيت في نص البيت واديتني ورده وضربت اي حد يفكر يوقفك، خطفتني من وسط رجاله عينيها في نص راسها ومحدش شافك ولا عارف انك خطفتني اصلا، ويوم ما جيت لك محتاجه مساعدتك وكنت هموم نسيت كل حاجه وانقذت حياتي، وهو لحد النهارده مش راضي تسيبني ومتاكد انك مستعد تعمل اي حاجه علشان راجل بقوه 1000 راجل وبدماغ 1000 عفريت. كنت عارفه ومتاكده ان محدش هيعرف يأذيك، ده اللي خلاني اخترتك وقلت لجيمس اعز صديق ليا يدخلك حياتي. وهوب اولاد الهرمه دول بيرموا البلطه على صدر جيمس بيجيبوها على الارض يا صديقي. راج بياخدهم وبيهرب على الغابه دي، ومره واحده الرجاله دول بيحوطوهم من كل اتجاه، واحد منهم بيمد ايديها على شترا بيقول له سيب ايديها هرحمها، ما بيسيبش ايديها، فهي واحده على الارض بيشحمه، واحده في الثانيه في الثالثه بيمسك الحديده دي وبيتعامل بيها. كلهم بيكونوا مسلحين ومتدربين تدريب محترم ولا بيفرق معاه، اللي بيقفشوا بينتشوا، واخر اتنين بالجوز يا ولدان بياخد شترا وجيمس وبيكمل بيهم لبره، وهوب بتخرج لهم فخاخ من تحت الارض. شترا بتكون خلاص هتروح فيها ولكن راج بيلحقها في اللحظات الاخيره. رجاله كتير بتخرج لهم من تحت الارض ولكن راج كفيل بيهم بيعجب فيهم، ورغم الخناجر اللي معاهم بيكسر في معاليهم، بيطلع على الشجره ولا العبد لله في وز شبابه، بيطوحوا عليه سكاكين ولا بيشغلوه، بينزل يقلع القميص واللي بيقرب منه بيشنكله ابلع على اللي بعده يا هناها ساعده. الناحيه التانيه جيمس بيخرج بره واولاد الهرمه بيتلموا عليه وبيكون خلاص هيقتلوه. تفتكر ان ده هيحصل يا صديقي؟ لا والله، راج بيحضر وهي واحده والتانيه بيخلص عليهم، بيروح جري على جيمس، وجونيور ابن الهرمه بيحضر بالطياره في المكان بيقول لرجالته هاتوها. تاخدوا مين؟ ده معاها مجنون ابن مجانين ارجع على، ولكن واحد منهم بيخبطوا بواحده في دماغه بيدوخ وبينزلوا فيه تخبيط. شترا بتروح جري عليه وجونيور بيفضل يشد فيها، بتفضل ماسكه في راج وهوب بتمسك في السلسله بتقطعها في ايديها. جونيور بيشدها وهي بتفضل مادة ايديها، بتلاقي السلسله قدامها بتكون في منتهى الصدمه. ايوه هي يا صديقي، بتفتكر لما قالت لراج وهو صغير هات لي زغلول ابيض وهديك السلسله دي. بتخلص تفكير وجونيور بيكون خلاص هياخدها على الطياره، ولكن بتقول راج انا امو يا راج. راج ما بيقدرش يتحرك وبيقول لها امو. هو بيفتكر لما لقى السلسله دي مرميه وخدها معاه، بترمي له السلسله وابن الهرمه جونيور بياخدها ويمشي. راج بيروح لجيمس بيقول له يلا هاخدك على المستشفى. بيقول له مستشفى مين؟ انت ازاي عرفت ان اسمها امو؟ بيقول له امو دي كانت بنت زعيم القريه بتاعنا وانا وصغير كنت اعرفها قوي، كانت هتديني السلسله دي ولكن حصل انفجار يا عم، حوار كبير هحكيه لك لما اوديك المستشفى. بيقول له يعني انت ابن سوريا؟ بيقول له ايوه انا ابن سوريا. جيمس بيفرح قوي، هو بيخرج التليفون وبيتصل بابوه بيقول له ايوه يابا. راج طلع ابن سوريا. ابوه اللي هو مين؟ محامي بلال يا صديقي. بيفرح قوي وراج بيقول له طيب انسى ويلا بينا الاول على المستشفى. بيقول له مش مهم انا اعيش، المهم الحقيقه تعيش، وانت لازم تعرف الحقيقه دي دلوقتي. فاكر يوم الانفجار في القريه؟ اليوم اللي كانت هتوزع فيه عقود الاراضي على اهل القريه؟ الانفجار ده ما كانش حادثه، هم اللي موتوا حكام القريه ساعتها وفجروا المكان. مين بقى كانوا حكام القريه؟ اعز اتنين اصحاب، ابو شترا وابو راج. المهم راج ابو شترا كان معاه اراضي ملهاش اول من اخر، ولكن سافر لندن، واما سافر ابو سوريا قال له اجر الاراضي دي لاهل القريه يزرعوها ويعيشوا منها. راج وافق وفعلا اجر لاهل القريه 300 فدان. في الوقت ده بلال كان مصاحب الوزير وجابوا خبير شاف الارض وعمل عليها فحص، قال لهم الارض دي فيها كميه ذهب وحديد خام ملهاش اول من اخر. بلال ساعتها راح يتكلم مع اهل القريه وهيديهم فلوس اكتر من الفلوس اللي هيجمعوها من الزارع. اهل القريه اقتنعوا بكلامه، ولكن ابو راج بيروح لاهل القريه بيقول لهم انتوا ازاي هتسلموا اراضيكم لواحد مش كويس؟ ده هيحفر وهيدور على ذهب. الراجل بيقول له يا عم يحفر على ذهب يحفر على فضه، المهم هيدينا فلوس احسن من فلوس الزارع. هو بيسيبوه ويمشوا. مراته بتقول له خلاص سيبهم براحتهم. بيقول لها سيب مين؟ ابن الهرمه ده بيستغلهم، لازم اتصل براجو واعرفه كل اللي هيحصل على ارضه. بيلاري بيخطفه وبيخطف مراته. تاني يوم راجو بيرجع من لندن وبيلاري هو اللي بيستقبله. بيقول له ايه ده يا عم؟ انا متعود على سوريا هو اللي يستقبلني. بيقول له معلش ما هو سافر على رنج سلام. بيقول له ماشي انا مستنيه في البيت. وتعدي الايام وراجو بيساله تاني فين سوريا وليه ما جاش لحد دلوقتي. بيقول له ما اعرفش يا راجو اخويا. راجو بيعرف ان في حاجه غلط بتحصل، بيلم الرجاله وبيقلب البلد على سوريا لحد ما فعلا بيلاقيه متكتف في مخزن بلاري، بياخده بالحضن وبيمشي بلاري خالص من البلد. بيقول لاهل القريه ديكوا عرفتوا ان الكلب ده كان بيضحك عليكم، عايزكم تفوقوا، مش اي حد يضحك عليكم بكلمتين، وعلشان اثبت لكم ان انا بحبكم مش هاجر لكم الارض دي تاني، انا هديكم الاراضي دي مال. يوم عيد ميلاد بنت شترا هنتجمع في المعبد وهديكم كل واحد عقد ارضه. في الوقت ده بلال والوزير بيروحوا للمحامي اللي هو مين؟ ابو جيمس صديقي. بيقول لهم لا طبعا مش هينفع نزور ورق ان الارض دي بتاعتكم. الوزير بيقول له خلاص احنا هنقتله وناخدها عافيه. بيقول له برضه مش هتاخدوها لان الوريثه الوحيده ليه بنته.
بيقول له نقتل بنته. بيقول له لا ما تقتلوش البنت، في حل تاني اسهل واحسن. البنت اما تتم 18 سنه بتوقيع منها هتاخدوا الاراضي دي كلها. وفعلا يوم المهرجان اما راج راح البيت يجيب الحنبوزه البيضاء، بيلاقي بيجيب بلطجيه بالكوم بيدخلهم على اهل القريه، بيخلصوا على سوريا وراج وعلى اغلب اهل القريه. ابن الهرمراج بياخد شتره، هو بيقول لها خلاص يا حبيبتي ما تبكيش، من النهارده انا باباكي. وعلشان ما حدش يشك ان الناس دي اتقتلت هددوا اللي باقيين من اهل القريه وفجروا المكان بالجثث اللي فيه. راج بيسمع الحكايه، هو بيقول له انا استغربت ولكن عرفت دلوقتي انا ليه عايش. جيمس بيقول له ده عقد الارض، وزع للاهالي اراضيهم وحققوا امنيه ابوك وراج وابو شتره. بيقول له تعالى الاول اوديكوا المستشفى. بياخدوا على المستشفى، هو بيلاقي بيقول لابو جيمس تعالى يا عسى ابنك بيعمل ايه مع الواد ده وليه كان بيدافع عن شتره، ده بدل ما يجيبها لحد هنا بيدافع عنها. بيقول له يجيبها لواحد حرامي زيك، هو انت فاكر اللي انت عملته زمان هيعدي بالسهل؟ اللي ما تعرفوش ان ابن سوريا لسه عايش. عارف مين ابن سوريا؟ هو الوحش العنيف راج. كلهم بيكونوا في منتهى الصدمه، وراج بيتصل بيهم من تليفون جيمس. بيلاقي بيقول لابو جيمس رد عليه وخليه يجي عند المعبد ويجيب عقد الارض معاه. بيقول له عينيا. بياخد التليفون، هو بيقول له يا راج هات عقد الارض عند المعبد القديم وخلص على راج وكل اللي معاه، وادي الاراضي دي لاصحابها زي ما ابوك وراج كانوا عايزين. اولاد الهرمه بيخلصوا عليه وشتره بتكون في منتهى الصدمه. بيلاقي بيروح عند المعبد وبيجمع اهل القريه كلهم، بيفضلوا مستنيين راج وفعلا بيحضر بالعقد. اهل القريه بيفرحوا قوي، هو بيعرفوه لان دي كانت دخلة المحروق ابوه. بيضربوا له تعظيم سلام، هو بيلاقي بيقول له يا سلام، نفس المشيه، نفس الثقه في النفس، الشهامه، حاسس ان سوريا قدامي. بيقول له انا مش جاي الوك كتير، العقد اهو. فين قاموا؟ بياخد العقد، هو بيقول له قاموا مش هنا، واهل القريه عارفين مكانها بالظبط ولكن ما حدش فيهم هيقول لك. بيقول له احنا هنهزر؟ بيقول له لا، ما هو انا هقتل دول كلهم لو حد فيهم فتح بقه. من 13 سنه قتلت اكتر منهم علشان الارض دي، تيجي انت وحته عيله بحفاضه عايزين تاخدوها مني وتدوها للعبيد دول. الوزير بيقول له انا سمعت انك بتعرف تكسب اي رهان الا الرهان ده، لو كسبته هتاخد قام والارض عليها هديه بس تعرف فين مكانها. بيقول له طيب شوف انا كسبت كام رهان وعملت فيكوا ايه علشان ابويا اللي رباني، تخيل بقى هعمل فيكوا ايه علشان ابويا اللي خلفني. جونيور بيقول له بسرعه لان دمها بيتصفى، قدامها 10 دقايق وتموت، حتى بص كده. بيشوفها وفعلا بتكون بتتصفى يا صديقي. بياخدها جري وكل ما بيروح على مكان بيلاقيه مقفول، بيدور عليها كتير ولكن بيغمض عينيه وبيفتكر الفيديو. بيلاحظ ان الصنم اللي كان جنبها بيرجع تاني على المعبد ولكن بيكونوا حاطين له فخ ولا بيأثر فيه. بيقوم بيلاقي رجاله بيلاقي هاجمين عليه ولا بيهزوه. الواد بيقف صخره مكانه واللي بيقرب منه بيعميه ابلع على اللي بعديه يحصل اللي قبليه، ما بيكونش شايف حواليه. وللامانه الواد بيبدع يا صديقي، لا عجبتني يالا، بيفكرني بنفسي وانا كبير. ولو مش مصدق بص الحركه دي، بيخلص عليهم بايديه. عم زعبولة بيقول له خد البلطه دي، بيكمل عليهم بالبلطه. واللي بيقابله هو رايح على المعبد بصفيه، بيخلص على كل الجيش اللي جايين بيه. وجونيور بيخش عليه، هي واحده شميم في شمال بالبلطه في جنبه بيطيره. الوزير بيخش عليه، هي واحده في رقبته بيشنكله. ابن الهرمه بيلاقي بيقرب بيقطع له دراعه وبيعجب فيها. اخيرا بيرحمه وبيخلص عليهم. هو بيخش الشتره طيران، بيربط لها الجرح. هو بيقول لها انت كويسه؟ بتقول له ما تخافش عليا. بياخدها لبره واخيرا بيحقق امنيه ابوه وابوها واخوه واخوها والكلام ده انا شاهد عليه. وهنا بينتهي الفيلم. اتمنى صديقي يكون كفيت ووفيت. حط لايك بقى لو نسيت، وكومنت من قلبك يفرح قلبي كالعاده يا ريت، واشترك في القناه وفعل زر الجرس علشان يجيلك اشعار باي فيديو جديد. وخش خد لفه في القناه صدقني وبكل تاكيد هتلاقي فيديوهات كتير هتعجبك. اشوفك الفيديو الجاي يا قمر. سلام.